فكرة عبقرية جدا، أنا هتكلم فيها بكل اختصار. واللي شايف إن الفكرة دي ممكن تتنفذ إذا كان من المستوردين أو التجار اللي هم شغالين في مجال التكاتك وجايبين العربية كيوتي واللي هي من بجاج ومش عارفين يبيعوها أو يعملوا ليها ترويج ودعاية مناسبة إن الزبون يشتري وهو مغمض عينيه. طيب الزبون ده انت لو مكان الزبون انت هتعمل ايه؟ او انا هحط نفسي مكان الزبون. دلوقتي في توك توك ب 215 الف جنيه. احنا مش هنتكلم في غلاء الاسعار، احنا هنتكلم في مقارنة بين توك توك وبين عربية كيوتي بجاج. انا معايا 215 الف جنيه، احطهم في عربية كيوتي بجاج ولا احطهم في توك توك؟ طيب ولا احطهم في سوزوكي او عربية فيرنا تكون مستخدمة؟ لازم يكون المستثمر او التاجر او المستورد اللي جايب العربية دي من بره وعايز يعمل لها سوق في مصر لازم يكون في تنافس في السعر وفي المواصفات. طبعا ده قبل كل شيء المواصفات. وانا هنا لما اتكلم عن عربية شكلها محترم، انا مش هتكلم هنا عن وسائل الامان اللي معدومة تقريبا يعني في التوك توك وفي العربية كذلك، يعني الاثنين مفيش فيهم اي وسائل امان. لكن وسائل الامان اللي في التوك توك ان هو التوك توك اساسا هو مركبة حجمها صغير بتمشي في القرى وفي داخل المدن الشوارع الضيقة بعيد عن الطريق العام. يعني من المفترض ان هي بتنقل الركاب في الشوارع الضيقة ما تطلعش على الطريق العمومي، لكن في مخالفات ان هي بتدخل على الطرق العمومية وبتمشي في الشوارع الزحمة عادي في وسط العربيات. وده شيء ملاحظ من اول ما ظهر التوك توك في مصر سنة 2002. كان الاول عليه تحفظ في الحركة وفي اماكن السير بتاعته، لكن دلوقتي الموضوع اتفتح. المدن الكبيرة بتلاقي فيها التوك توك متواجد في عواصم المحافظات زي الزقازيق وفي المنصورة وفي طنطا وفي الغربية عموما، حتى في محافظة القاهرة وفي الاسكندرية. كل المحافظات دلوقتي بقى فيها حاجة أساسية اسمها التوك توك كمواصلة في الأماكن الضيقة. وهو حل أزمة فعلا، يعني هو أولا أزمة بطالة وأزمة استغلال سواقين العربيات المخصوصة الأجرة، مثلا الميكروباصات أو التاكسي. أنت لما تيجي تقارن أجرة التاكسي وأجرة التوك توك هتلاقي أجرة التوك توك يعني لا تذكر بالمقارنة يعني. لكن أنا اقتراحي دلوقتي إن العربية كيوتي بجاج علشان تمشي وعلشان تكون بديل مناسب للتوك توك لازم يكون سعرها مناسب كمان. ازاي؟ اعمل فترة، حدد شهر او شهرين يكون السعر 120 او 150 الف جنيه يا سيدي. ما تكسبش كتير، ما تكسبش خالص في البداية، لكن انت لو بعت عدد كبير من العربيات انت ضمنت ان انت العربيات دي هتخدم عليها قطع غيار. ابقى زود الفرق ده وقسمه على اسعار قطع الغيار. الفكرة سهلة وسهل تنفيذها، لكن التجار هنا في مصر وفي اماكن كتير غير مصر كمان في نوعية من التجار تحب تاخد المكسب بتاعها توتو على كبوته وبأعلى مكسب وبأقل اقل جودة. يعني ممكن يجيب لك منتج جودته قليلة او رديئة وعايز ياخد مكسب اكتر من ضعف السعر الاساسي. ودي فكرة غلط في التجارة وناس كتير بتنفذ الفكرة دي، ولذلك بتلاقي فيه ركود في البيع وفي الشراء. فانا طالع دلوقتي علشان اقول اقتراح للمستورد بتاع عربية كيوتي بجاج يخلي في فترة من شهر او شهرين او 3 شهور. انا مش هقول لك اخسر، انا بقول لك ما تكسبش الشهرين 3 دول، وبعد كده ابدأ غلي. الناس هتعرف قيمة العربية ومش هتقدر تستغنى عنها، وهتعرف ان هي بديل مناسب للتوك توك او مشروع يفتح بيت او استخدامه كتاكس او ديليفري او اي مشروع صغير
خلاص الناس عرفت امكانيات العربيه دي ايه، وهيقدروا يشتغلوا، وابواب كتير للرزق هتتفتح بسبب مبادره زي المبادره اللي انا بكلمك عليها، وهي تخفيض سعر عربيه كيوتي بجاج ل 120 او 150 الف جنيه لتسهيل بيعها في الاسواق المصريه. وده كان اقتراحي، وليك ان انت تقبل او ما تقبلش، ده موضوعك انت، لكن ده انا كان واجب عليا ان انا اقول اللي انا عايزه، وانت تقرر اللي انت عايزه. واللي عجب الفيديو يعمل لايك واشتراك وتعليق لو امكن بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.